فيبين الآلوسي هذا الأمر، ذكر أن السبب في عدم الفهم إنما هو الطبع على قلوب أو القلوب بكفرهم، لا القصور في البيان والتفهيم. هذا هو الأصل في هذا. ولذلك يبين الشيخ صالح الفوزان هنا في آخر نقطة في شرح مسائل الجاهلية وكذلك كفار قريش ماذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هذا كلام هؤلاء. فهؤلاء يعلمون يدرون، لكن بسبب كفرهم، وهؤلاء مريدون للكفر ومريدون للبدع فطبع الله على قلوبهم فلا يفهم. فلماذا تناقشه ولماذا تناظره؟ اتركه. ولذلك حكمة السلف في هذا هجر هؤلاء، ما يناقشون، ما يتكلم معهم في شيء من قريب، لكن بالرد عليهم ردود تترى فيهم إلى أن يموت. فهكذا فهؤلاء يعلمون ويدرون، لكن بسبب الكفر أو بسبب البدع فهؤلاء طبع الله على قلوبهم. فيقول الشيخ والكفار طريقتهم واحدة، يقابلون دعوات الرسل بأنهم لا يفهمون كلامهم. هل هذا لقصور في بلاغ الرسل؟ لا، لكن لقصور في استعدادهم بسبب كفرهم وإعراضهم وعدم رغبتهم في الخير. فهذا هو الأصل في الطبع على قلوب أهل الكفر في الخارج، والطبع على قلوب أهل البدع في الداخل. ما يرغبون الكفر في الإسلام وفي الدين الإسلامي، وأهل البدع لا يرغبون في السنة، فلذلك يقولون التجديد أو يقولون بما يسمى بالتجديد. ما يرغبون هؤلاء في السنة، وإلا هؤلاء ما يفهمون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يفهمون يعلمون لكن لا يرغبون في السنة. انظر إلى أشكالهم، ما ترى فيهم سنة في أشكالهم، كيف في قلوبهم. وانظر إلى دعواتهم، انظر إلى صلاتهم، إلى حجهم، إلى صومهم. في رمضان له ولعب، في الحج حتى الواجبات يتركونها. فلذلك انظر كثيرا حتى أنهم يطعنون في اللحية، يطعنون في الثوب القصير وإلى آخره، لأن هؤلاء ما يرغبون. فلذلك هذا الأمر واضح، أن الله سبحانه وتعالى طبع على قلوب أهل الكفر في الخارج بسبب إعراضهم وعدم رغبتهم في الإسلام، وأهل البدع طبع الله على قلوبهم لأنهم أعرضوا عن السنة وأعرضوا عن التوحيد وعدم رغبتهم في الخير.